والنهارده جه ميعادنا مع حلقة من حلقات مسابقة دكتور محمد طنطاوي. والنهارده هكلمكم على فيتامين د، وفيتامين د يعني ناس كتير عارفاه وناس كتير بتاخده كسبلمنتس، وهي ما بتبقاش عارفة قوي هي بتاخده ليه وبتاخده ازاي وايه الفايدة الحقيقية لفيتامين د. فيتامين د هو احنا بنعامله معاملة الهرمون، لان هم لقوا انه ليه مستقبلات في كل خلايا جسمنا من اول شعر راسنا لغاية صوابع رجلنا. ليه دور في حاجات كتيرة جدا. احنا دايما بنبقى رابطينه بصحة العظام وصحة الأسنان والكالسيوم والقصة دي، بس هم لقوا ان هو مهم جدا للمناعة، مهم جدا لصحة القلب، البنكرياس، الكلى، ليه أدوار كتيرة جدا ومهم جدا 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 فيه. طيب تعالوا بقى نتكلم على مصادر فيتامين د. هل فيتامين د موجود في الأكل؟ هو حقيقي موجود في الأكل بس بنسب بسيطة قوي. يعني أكتر حاجة طبعا هو موجود فيها الأسماك الدهنية زي السلمون، زي السردين، زي التونة. لو برضو ان هو موجود يعني بنسبة قليلة كده في البيض، في الكبدة. لقوا ان هو موجود برضو في المشروم، بس انهي مشروم؟ المشروم اللي هو اتعرض لأشعة الشمس، او المشروم اللي اتجفف في الشمس، يعني لازم يكون اتعرض لأشعة الشمس. حتى في امريكا عشان هو بيبقى تركيزاته في الاكل قليله قوي، فبيبقى بيدعموا بعض الاكلات بفيتامين د، يعني الالبان، منتجات الالبان بقى، الجبن، الزبادي يبقى مدعم بفيتامين د. برضو بيدعموا شويه المخبوزات، العصاير، عشان يعني يخلوا الناس تديها فرصه ان هم ياخدوا فيتامين د عن طريق الاكل. امال ايه المصدر الرئيسي لفيتامين د؟ المصدر الرئيسي ان انا اتعرض لاشعه الشمس، ان هو يتصنع في الجلد. هو بيتصنع في الجلد لما بنتعرض لأشعة الشمس، ويفرز في الجلد ويعاد امتصاصه تاني عن طريق الجلد، ومنها يوصل إلى الدم. طيب أنهي شمس بقى اللي أتعرض لها؟ قالوا إن أحسن وقت إحنا نتعرض فيه لأشعة شمس عشان ندي فرصة للجلد إن هو يكون فيتامين د، اللي هي من 10 صباحا إلى 3 مساء. يعني من 10 الصبح ل3 العصر، ده أحسن ميعاد نتعرض فيه لأشعة الشمس. إيه ده؟ مش هتحمصينا؟ لا مش هنتحمص ولا حاجة، إحنا عايزين بس ربع ساعة. قال لك من 15 دقيقة ل 30 دقيقة هتديني فيتامين د قد 100، يعني يعادل 100 مرة فيتامين د اللي موجود في كوباية لبن مدعم بفيتامين د. يعني لو أنا جبت كوباية لبن مدعمة بفيتامين د، لو قعدت بس من ربع ساعة ل 30 دقيقة لنص ساعة، بتديني قديها فيتامين د قديها 100 مرة. تمام؟ فانا كل اللي محتاجاه، انا محتاجه من ربع ساعه ل 30 دقيقه. الناس اللي بشرتها غامقه شويه يعني ممكن تتعرض فتره اطول شويه للشمس عشان تدي فرصه لجلدها ان هو يكون فيتامين د. طيب بنكشف ايه؟ يعني الدراع والرجلين بس، يعني مش اكتر من كده. مش محتاجين يعني مش كلنا بقى اقول لك ده انا هسمر واعمل، لا لا لا، الدراع بس والرجلين ربع ساعه في اليوم دي هتبقى حاجه زي الفل. بس مش اي شمس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا اقعد ورا ازاز الوميتال بقول لك انا متعرضه للشمس. قال لك لا، فيتامين د تصنيعه بيتاثر جدا، بيبقى عايز اشعه شمس مباشره. يعني ما ينفعش يبقى فيه غيوم، ما ينفعش يبقى فيه سحاب، ما ينفعش يبقى فيه ضباب، تلوث، ما ينفعش يبقى فيه صن بلوك. كل ده بيأثر على تصنيع فيتامين د. فاحنا كل اللي محتاجينه، عايزين يعني اضعف الايمان ربع ساعه من 10 الصبح ل 3 العصر، شمس كده اشعتها صحوه زي ما بيقولوا مباشره، يدينا كفايتنا من فيتامين د. ما خدناش بقى نحتاج بقى نروح نعمل تحاليل وناخد بقى فيتامين د لصبت، لا، ده فيتامين د رباني. ونيجي بقى دلوقتي لميعاد السؤال بتاع الحلقه النهارده. ايه احسن وقت في خلال اليوم اتعرض فيه لاشعه الشمس عشان يديني احتياجي من فيتامين د؟ سؤال سهل ان شاء الله. باذن الله هتكتبوا الاجابات في الكومنت على الفيديو دوت، ونختار ان شاء الله الفائزين باذن الله. حظ سعيد ليكم.